وامتى ما نديش فرصه تانية؟ لما يحصل خيانه. لما يحصل حاجه زي الخيانه. طبعا، ما هو خلي بالك دي بترجع لنفسيه البني ادم، بترجع بثقافته، بترجع لتربيته، بترجع للعالم اللي هو متربي من خلاله يعني. فاكيد لا، انا بالنسبه لي انا ممكن في ناس بعد الخيانه تدي فرصه، حقها هي حر، بس انا بالنسبه لي بعد الخيانه لا. انا ما بتكلمش على الخيانه، بتكلم بشكل عام. لا، ما انا قلت لك ان بشكل عام لازم يبقى في فرصه ثانيه. يعني في علم النفس يقول لك عارف الفرصه الثانيه اللي انت بتفكر فيها دي ما تديهاش. في مقوله بتقول كده. لو سالتني انا كحنان عن رايي الشخصي، يعني لو رجع بيا الزمن تاني لورا عمري ما هدي فرصه ثانيه، ان الاشارات بتبان من اول فرصه. بالعكس انا ندمانه ان انا اديت فرصه ثانيه. لا مش معاكي، لانه انت نفسك كحنان بتاخدي فرصه في الحياه تانية لاشياء ملهاش علاقه بالجزئيه اللي بتتكلمي فيها، وزي ما ربنا بيدينا فرص تانية احنا لازم ندي قدامنا فرص تانية. بس اكيد كبشر لينا حدود، في حد في منطقه معينه ما يديش فرص تانية، لكن الخلافات اللي في الحياه اللي هي ممكن توصل لابعد من كده بكتير، لا طبعا لازم يبقى في فرصه تانية وثالثه ورابعه لحد ما نلاقي الباب مسدود، والا كانت كل الناس يعني مفيش حد مع حد، كله بقى باي باي.